امتى كانت اخر مرة طير عملها عليك؟ بيقولوا فرصة ان ده يحصل اقل من فرصة فوزك بورقة اليانصيب، وعشان كده في شعوب بتعتبر القرف ده حظ حلو. بس اللي هنتكلم عنه النهاردة ملوش علاقة بالحظ خالص. بص للسما كده، ده مش طير ولا طيارة، ده تايروداكتيل. الكائن ده لسه منقرضش، وانت دلوقتي مضطر تتعامل معاه. بس يا ترى ازاي؟ اهلا بيك في كيف تنجو، والنهارده هنتكلم عن ماذا لو لم تنقرض التايروداكتيلات، وازاي هنعيش معاهم. فقبل ما الموقف يقلب بجد، انزل ارزع اللايك والاشتراك المتين عشان تفضل معانا على قيد الحياة. ويلا نبدأ رحلتنا. لو الكائنات دي لسه عايشة، هل هنعتبرها أكل ولا أصدقاء ولا وسيلة مواصلات جديدة؟ أولا، الاسم الصح هو تايروسورات، وهي تقنيا مش ديناصورات، دي زواحف مجنحة عملاقة بأنواع وأحجام وأشكال كتير جدا. طبعا مفيش بشري شافها لأنها انقرضت من 66 مليون سنة قبل ظهورنا، بس من العظام والحفريات نقدر نتخيل شكل العيشة معاهم. وهل أصلا إحنا عايزين نعرف شكل العيشة دي؟ البشر مش بيسيبوا كائن غريب في حاله، فهل إحنا هنربيهم زي كائنات أليفة، ولا هنعمل مزارع للحمهم، ولا هنركن العربيات في الجراج ونطير بيهم للشغل؟ الموضوع مش سهل كده. في أنواع زي الكويتزالكوتلس نورثروباي طولها تقريبا في طول الزرافة، وجناحتها بتوصل ل11 متر. بس في نوع صغير اسمه النيميكولوبترس ممكن تخليه في بيتك عادي، لأن جناحه ما بيكملش 25 سنتي، واسمه معناه ساكن الغابة الطائر المخفي. طب لو التربية خطر أو مش عملية، تفتكر طعمهم هيبقى عامل إزاي؟ أتمنى ما تبقاش جعان قوي، لأن رغم حجمهم الكبير الديناصورات ما فيهاش لحم كتير. بعيدا عن الجناحات، أطرافهم وأجسامهم صغيرة جدا، فتربيتهم عشان الأكل مش هتستاهل التكلفة ولا المجهود. طب يعني نركبهم؟ اللي كان خيال في الملاهي ممكن يبقى حقيقة، وتقدر فعلا تركبهم لو كانوا لسه عايشين. بس الرحلة مش هتكون حلوة قوي زي ما انت فاكر، لأن أولا مش أي حد يقدروا يشيلوه، لأن أكبر حد فيهم في الوزن تقريبا بيكون 180 كيلو ل 250 كيلو، يعني يدوب يشيلوا طفل أو أي حد وزنه صغير. ومعرفش بصراحة، هل انت هترضى تركب ابنك على كائن زي ده؟ وحتى لو طرت فانت مش هتقعد فوق كتير، لانهم زي الطيور والخفافيش بيعتمدوا على التحليق مش الرفرفة المستمرة. فبعد الإقلاع هيدنه يخفق بجناحه عشان ياخد ارتفاع، وبعدها هيسيب الهوا هو اللي يتعامل معاه لحد ما يحتاج يعلى تاني أو يحب يريح. ومع وزنك الزيادة ده، هو نفسه مش هيعرف يتعامل مع الهوا ده، غير ان الرحلة مش هتكون مريحة خالص، لان الجو فوق برد جدا وصعب تتنفس في الارتفاعات العالية دي. عشان كده يمكن من الافضل اننا ما عشناش معاهم. ايوه، هما ممكن ما يكونوش مرعبين زي الافلام، بس مفيش حد يحب يستقبل الحظ الحلو بتاعهم من السما بالحجم ده. ولو شايف ان ده مرعب، تتخيل الرعب هيكون عامل ازاي لو الديناصورات نفسها ما كانتش لسه انقرضت. دي قصة تانية هنقولها في حلقة تانية إن شاء الله في كيف تنجو. فلو وصلت لحد هنا فأنت رسميا بقيت واحد من فريق الناجين. أمن مكانك باللايك والاشتراك، واستعد للورطة الجاية. نتقابل الحلقة الجاية لو لسه في العمر بقية.